أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الأحد أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام الخميس المقبل رفضا لقرارات وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير القاضية بتقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين. في حين قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى. يضاف هذا إلى مواقف كل من الشباك والشرطة وإدارة السجون التي اتهمت بن غفير بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني، مما يطرح الكثير من التساؤلات. هل هي حلقة جديدة من حلقات الشد والجذب بين بن غفير ونتنياهو؟ وهل ستقود هذه الإجراءات إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى؟ يشاركنا النقاش الليلة في حديث الجزائر كل من الدكتور محمد غليان أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا بك ومرحبا، شكرا على الاستضافة. أهلا. ومن فلسطين المحتلة بداية معنا الأستاذ حسن عبادي محامي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حيفا عبر سكايب. أهلا بكم أستاذ، مرحبا. وأرحب مساء الخير لك وللمشاهدين والمستضيفين. أهلا. ومن طول كرم معنا الأستاذ محمد ناجي صبحة مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات أهلا بك أستاذ، مرحبا. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا. ومعنا أيضا الأستاذ عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني. أهلا أستاذ عساف، مرحبا. أهلا بك، يسعد مساك. أهلا والمستمعين. أهلا. إذا نبدأ مباشرة مع الدكتور محمد غليان. ما الذي يعنيه قرار تقليص الزيارات؟ لماذا الآن ولماذا يستهدف بن غفير الأسرى الفلسطينيين منذ تولي هذا المنصب؟ يعني هذه السياسة ليست غريبة على الكيان وعلى العنصر المتطرف. بن غفير هذا هو متطرف، وهذا ينم على أنه هذه دولة يعني عنصرية متطرفة. هذا الاستهداف يعني استهداف ممنهج لأجل يعني لجم الحركة الأسيرة ونضالاتها عبر فترة طويلة من الزمن. يعني الحركة الأسيرة يعني ناضلت من أجل يعني تمكين يعني حياة قوية في داخل الأسر السجن، وبالتالي هذه القرارات القرارات هي قرارات باطلة من الأساس، لأنه سوف يفتح يعني حربا يعني كبيرة عليه وعلى حكومته، لأنه موضوع الأسرى هو موضوع إجماع الكل الفلسطيني، بل إجماع العالم الحر كله. وبالتالي هذه القرارات هي قرارات باطلة من الأساس، لأن الحركة الأسيرة ما قام به الوزير إتمار بن غفير في تقليص يعني مدة الزيارة من شهر إلى شهرين، والعديد من الأشياء التي يعني ناضلت الحركة الأسيرة طوال فترة يعني الاعتقال، منها مثلا تقليص يعني القنوات. هذا ليس فحسب، وبالتالي هناك يعني مجموعة من القرارات التي اتخذها بن غفير من أجل يعني تقليص مدة يعني الفورة أو بيسموه يعني الاستراحة، تقليص الأصناف في الكانتينة، أصناف الطعام اللي يعني يستهلكها الأسرى في الكانتينة. مثلا منع يعني بعض القنوات من المشاهدة على التلفزيون، وحذف القنوات الهامة التي يشاهدها الأسرى. هذه الأشياء يعني الأسرى يعني أخذوها يعني بالدم وبالنضالات أيضا بالمطالبات المستمرة بالإضراب عن الطعام، كثير من الأشياء. هي السلسلة يعني هذه سلسلة من القرارات. نعم. وبالتالي يعني أنا منذ البداية قلنا أنه هذا بن غفير يعني قراراته باطلة، وإنما عندما يتخذ هذه القرارات إنما يشن حربا على حكومته
من قبل المجتمع الفلسطيني ومن قبل المجتمع الدولي، لأن الحركة الأسيرة هي حركة يعني هم أسرى يعني وفق القانون الدولي أو وفق اتفاقية جنيف الرابعة، يعني هم يعتبرون من أسرى الحرب. البند المتعلق بأسرى الحرب، وبالتالي هو انتهاك لهذه الاتفاقية. لماذا هذا بالذات؟ لأنه الحكومة الصهيونية الآن هي حكومة غير متماسكة، هي حكومة متطرفة، وبالتالي فيها نوع من التناقضات الداخلية. سنعود لهذا في محور لاحق. دكتور محمد أغليان، أذهب الآن للأستاذ حسن غباري. ضعنا في صورة وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يعانونه، خاصة في ظل هذه القرارات أو سلسلة القرارات الانتقامية التي يقوم بها إتمار بن غفير. أقوم بزيارات للأسرى كل أسبوعين وتواصل يومي مع الأسرى. في الفترة الأخيرة من لما بدأت الحكومة اليمينية المتطرفة فاتخذت عدة إجراءات. كان الإجراء الأخير هو تقليص الزيارات، بس قبله كان في تقليص المياه لساعات الاستحمام أو منع إدخال الخبز العربي، تعطيل عمل هيئات، النقل التعسفي، في أشياء كثير اللي بيعانوا منها. يعني هاي آخر خطوة كانت هي الزيارات اللي هي بتتعلق بالأهل، بس قبلها كانت الإجراءات ضد الأسرى نفسهم. فنحن بنلاحظ بالفترة الأخيرة النقل التعسفي، يعني اليوم نقلوا من سجن نفحة لسجن عوفر 120 أسير وحطوه في العزل الكامل هناك. كمان بالنسبة للقمعات اللي بيعملوها يوميا، الإجراءات التعسفية بتلاقي شعبية كبيرة كبير وما بيهتم في انه قانون او غير قانوني. فهاي الاشياء هو بيعطي الاوامر وهاي الاوامر بتمشي. والاهم من هيك اللي حكوا لي الاسرى بالفتره الاخيره انه الروح اللي هو بيعطيها للضباط السجن اللي بيقولوا روح القائد. يعني هاي الروح اللي صارت تمشي اليوم اللي هي روح عنصريه اللي ضد الاسرى والتنكيل فيهم يوميا. وفي الفترة الأخيرة شيء مهم جدا إنه عم بيعملوا اعتقالات يومية لأسرى. الأسير اللي محكوم 20 سنة وبيجوا فجأة بيعتقلوه داخل السجن. الاعتقال يعني نقله من المحل اللي موجود فيه لمحل اعتقال بتحتيكفا أو بالدمون في الشمال. فخلال نقله في البوسطة اللي هي عمليا تابوت حديدي متحرك بتسبب له ألم وضرر كثير. وهناك طبعا فيش عنده الحقوق اللي بتمتع فيها الأسير، إنما المعتقل حقوق أقل بكثير، التعذيب أكثر بكثير. وهي الأشياء اللي لازم نواجهها وهي اللي بيعانوا منها الأسرى بالفترة الأخيرة. أستاذ محمد ناجي الصبحة، عندما يضيق بن غفير الخناق على الأسرى الفلسطينيين وبهذا الشكل وفي هذا التوقيت، ما الذي يبحث عنه بالضبط؟ ما الذي يريده؟ السلام عليكم. نعم، يعني هذه الأجندة وكان يتحدث عنها قبل أن يكون في الحكومة. أنا أذكر بن غفير وهو محامي وهو يقف في المحكمة ويطالب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وهو يطالب بسحب كل المنجزات بين يديهم، ويقول هؤلاء لا يستحقوا أن يعيشوا، لا يستحقوا أن يأكلوا أو أن يشربوا أو أن يلبسوا أو أن يشتروا من الكانتين وهكذا. وبالتالي هو هذه قناعاته، هذه الأجندة التي جاء بها، وهو بذلك يحاول أن يحقق كوزير ما وعد به وما هو مقتنع به دون النظر عن النتائج، لأنه هو لا يتصرف كسياسي بل يتصرف كمتطرف، كإنسان غوغائي يريد أن يطبق هذه السياسة. بالإضافة إلى ذلك هذا الشخص المتهور هو يحب الإعلام ويحب البروباغندا ويحب أن يقال عنه كما ذكر الزملاء، هو يريد أن يجمع شعبية على حساب دمنا وعلى حساب عرقنا وعلى حساب جوعنا وهكذا. وبالتالي هو يريد أن يحقق مجدا شخصيا، وقد ثبت في الأشهر الماضية طريقته في العمل بهذا الشكل، حتى أن نتنياهو كان يمنع من حضور اجتماعات الكابينت لأنه يسرب المعلومات ويحاول من خلالها أن يظهر على الإعلام أنه هو من يقرر وأنه هو من يعطي المعلومة للإعلام وهكذا. بالتالي هذا السببين اللذين دفع بن غفير ليتخذ مثل هذا القرار، وهو ليس القرار الوحيد كما ذكر الزملاء. عددوا بعض ما قام به، وهناك الكثير مما فعله ويحاول أن يفعله لم يذكره الزملاء. ولكن أنا أقول أن التجارب السابقة في الأشهر الماضية أن الأسرى استطاعوا أن يقفوا في وجهه وأن يكسروا كلمته وأن يضطر أن يتراجع في كل مرة عن القرارات التي اتخذها. وأظن أن هذه المرة
سيتكرر المشهد مرة أخرى. نعم. طيب أستاذ عساف، هل يجهل بن غفير أم يتجاهل عواقب قراراته التي يقوم بها بهذا الشكل؟ يعني أنا في تقديري أن بن غفير هو جزء من الحكومة. هذه الحكومة كلها حكومة يمينية متطرفة. نعم. وبالتالي لا أرى كبير فرق بين بن غفير وسموتريتش ونتنياهو. بالتالي هي حرب تشنها هذه الحكومة على الشعب الفلسطيني، على الأرض الفلسطينية، بهدم المنازل، بالقتل، بتدنيس المقدسات، وبالمساس بالأسرى. وبالتالي ما يقوم به بن غفير عمليا أنا أعتقد أنه منسجم تماما مع توجهات الحكومة الصهيونية التي عمليا تعتبر الأكثر تطرفا. ومن هنا يعني كانت الزيارات في الماضي، كنا نزور مرتين في الشهر حين كنا سجناء في قبل فترة. هذا يسير باتجاه تقليص الامتيازات بين قوسين، أي هي الحقوق هذه الامتيازات للمناضلين للأسرى الفلسطينيين الذين عمليا دفعوا مرة أخرى كما أشار بعض الزملاء، دفعوا دماء ودفعوا معاناة ودفعوا تضحيات حتى حققوا هذه الحياة الكريمة. بالمناسبة ما يحرمه بن غفير، ما يحرم السجناء منه هو يعني بأموالهم وليس منة من حكومة الاحتلال، مع أن حكومة الاحتلال وأي حكومة في العالم باعتقال أسرى هي المسؤولة عن توفير كل متطلبات الحياة لهم. نحن الأسرى الفلسطينيين الآن عمليا يعيشون وينفقون من جيوبهم، وبالتالي هو عدوان سافر يقوم به بن غفير في إطار السياسة العامة للحكومة الصهيونية على كل القطاعات وكل أبناء شعبنا في مختلف المجالات. نعم. دكتور محمد عليان، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية وأشرتم إلى ذلك في بداية مداخلتكم، هل ستقود هذه الإجراءات إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى وإعلان الإضراب ما هو إلا بداية؟ طبيعة الحال إذا يعني استمرت هذه الإجراءات العنصرية والقرارات اللي ناضلت الحركة الأسيرة الفلسطينية على مدار السنوات، إذا استمرت هذه الإجراءات التعسفية بحقهم سوف يكون هناك يعني إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهناك حركة يعني جماهيرية من قبل المجتمع الفلسطيني إسناد للحركة الأسيرة، وبالتالي لا يمكن أن الشعب الفلسطيني يتخلى عن حركته الأسيرة، وهذه سوف يعني يمكن، وهذا في اعتقادي أن إذا استمر هذا الشيء أو إذا أرادت هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة بهذه القرارات استفزاز الشعب الفلسطيني من أجل جر الشعب الفلسطيني لمواجهة مفتوحة على غرار عدوان أو اشتباكات أو كذا، من أجل يعني تصدير ثاني للأزمة. يعني هناك يعني تصديرات يعني عد الأزمة المتفاقمة التي تعيشها الحكومة الصهيونية الآن، هي أزمة يعني وصلت لحد يعني معين يجب أن تصدر، وتصديرها لا يتم إلا بناء على يعني على أكتاف الشعب الفلسطيني وعلى دماء الشعب الفلسطيني. وهذه دائما هذه السياسة الصهيونية المتطرفة هي يعني تستفز هذا الشعب، وهذا احتلال على الأرض، وبالتالي هذا الاحتلال يجب أن يقاوم وأن يجابه بما يليق به. لهذا أعتقد أنه يعني سوف تكون مواجهة كبيرة إذا استمرت هذه القرارات من قبل الأسرى داخل السجون الاحتلال الصهيوني ومن قبل المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبكل أحزابه، فهي مواجهة مفتوحة وشاملة ستكون. نعم. نعم. طيب أذهب الآن للأستاذ حسن عبادي كمحامي للأسرى وعائلاتهم، ما هي قراءتكم لردود الفعل وأين المجتمع الدولي من كل ما يحدث؟ الوضع أخطر من هيك بكثير. بشوف أنا أنه بن غفير بتزيد شعبيته في داخل إسرائيل وداخل الكيان لما بتاخذ هالإجراءات.
هذه الاجراءات اللي عم تتخذها في السجون مشان يزيح الاجواء من الاستيطان ومن نهب الاراضي والاشياء الانتهاكات اليوميه على المقدسات في محلات ثانيه. اذا بالنسبه للاهالي، الاهالي بدهن وقف كبيره، والاسرى بيقولوا ان احنا راس الحربه، لان بدنا احنا بلد مليون اسير، لهذا لازم يكون تجنيد عام وشامل لكل الهيئات المحليه والدوليه. من هذا المنطلق يجب تدويل قضيه الاسرى، يجب محاوله محاكمه السجانين او المسؤولين في الشباك او في السجون، في سلطه السجون، في المحاكم الدوليه. ومن هذا المنطلق العمل المحلي لحاله ما يكفي، لازم تكون الثوره مش بس داخل السجون، انما تكون مدعومه من الاهل برا، كمان مدعومه من المجتمع الدولي. من هذا المنطلق يعني راح نعمل في 30 سبتمبر مؤتمر الاتحاد الاوروبي لمناصره اسرى فلسطين في مدريد، اللي هو المؤتمر الثامن، اللي هو بالنسبه للاسرى التصعيدات الاخيره اللي عم بتصير. ومن هناك بالنادي بتدويل قضيه الاسرى اللي هي مطلب الساعه، لان الشغل لحال الاسرى ما بكفي، اما الاسرى هن جوا، اذا بيعملوا الاضراب او الاجراءات اللي اتخذوها جوا هي راس الحربه او لانتفاضه عارمه ضد الانتهاكات الاخيره بحقهم، بحق الشعب الفلسطيني بالكامل. نعم. طيب استاذ محمد ناجي، هل ستلعب خطوات بن غفير الانتقامية دورا في تسريع اشتغال الوضع الملتهب أصلا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟ بالتأكيد إن استمر بن غفير بقراره، وأن أقدم على ما وعد به، وأن حرم الأسرى من أن يزوروا ذويهم كل شهر وليصبحوا كل شهرين. بالقطع أنا قبل قليل كنت أقرأ لمواقف التنظيمات الفلسطينية المقاومة، كل التنظيمات قالت كلمة واضحة، قالت لن نترك الأسرى لوحدهم، وليعلم بن غفير وغيره أن معركة الأسرى لن تبقى داخل السجون وأنها ستنتقل إلى خارج السجون. هذا يعني أن الأسرى ستوحد الساحات خلفهم، وهو ما يخشاه نتنياهو وغيره عندما وقف في وجه بن غفير، وعندما قالوا أن قرار بن غفير مرفوض. هم يعلمون أن الأسرى والمسرى هما محل إجماع لدى الشعب الفلسطيني وأكثر من الشعب الفلسطيني، وهم يعلمون أن الأسرى أصحاب تأثير حقيقي على الشارع الفلسطيني، ونحن جربنا هذا الكلام طويلا. وأنا أقول ملاحظة أخرى، وهذا ما قصدت عندما قلت أن بن غفير لا يحسب كثيرا عندما يقرر. الآن في 15 شهر تبدأ الأعياد الصهيونية عادة، ونحن عشنا في السجون 20 عاما. مصلحة السجون الصهيونية والحكومة الاحتلال دائما في فترة الأعياد تسكن الأوضاع إلى أكبر قدر ممكن، لأنها تخشى أن تكون هناك أي خطوة من الأسرى في فترة الأعياد. الآن فترة الأعياد تبدأ في 15 شهر، إضراب الأسرى سيبدأ في 14 شهر، بمعنى أنها ستكون خطوة في التوقيت الصحيح، في التوقيت الأدق والأخطر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي والأكثر تأثيرا. وكذلك عند الشعب الفلسطيني ستكون لها وقع خاص، لأنها في شهر 9 الشهر الذي توحد فيه الشعب الفلسطيني خلف الأقصى عندما اقتحم الأقصى من شارون، فكانت انتفاضة الأقصى في شهر 9. وبالتالي التقدير يقول كالتالي: إما أن يتراجع بن غفير وحكومة الاحتلال تتراجع عن هذا القرار، وأنا أرجح هذا الخيار، وإما أن يذهب الأسرى إلى معركتهم، وعندئذ سيقف الشعب الفلسطيني صفا قويا خلف الأسرى، وستتصاعد الأمور أكثر مما هي عليه حاليا. طيب أستاذ عمر عصاف، بعد تحذيرات جيش الاحتلال والشرطة وأيضا المخابرات الداخلية وحتى مصلحة السجون، هناك إصرار كبير من قبل بن غفير على استخدام قضية الأسرى. هل هي محاولة لكسب الرأي العام والخروج من الأزمة الراهنة، أم أنه الأمر أكبر من هذا بكثير؟ يعني أنا أعتقد الأمور مجتمعة، ليست مفصولة أحدها عن الآخر. يعني صحيح أن بن غفير يريد أن يكسب شعبية أكثر داخل المجتمع الصهيوني، هذا جانب، لكن الجانب الآخر هو أن بن غفير بمشروعه بأفكاره عمليا ليس بعيدا عن ما توجهات الحكومة الصهيونية، لأنها كلها حكومة متطرفة، حكومة يمينية. أنا أقول لك رأيي أنا أن المستوى الأمني الذي أشرت إلى عناصره من الشباك إلى أمان إلى الشرطة إلى مصلحة، أنا أعتقد
هي بالمحصلة شريكة في القرار بشأن أين يتجه المجتمع الصهيوني. أنا أعتقد أن الاستمرار والإصرار على هذا التوجه لدى الحكومة الصهيونية من خلال تصريحات بن جفير من شأن يفتح معركة تتصاعد في الشارع الفلسطيني. صحيح أن الشارع الفلسطيني ملتهب من خلال مجموعات المقاومة، ولكن حين ينتفض الأسرى كل الشارع الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني عمليا يخرج إلى الشوارع، يخرج إلى الحواجز، يصطدم مع الاحتلال، يشتبك مع دوريات الاحتلال ومستوطنيه. وبالتالي أنا أعتقد أن جيش الاحتلال ومخابراته وكل سلطاته الأمنية لن تذهب بالأمر إلى حد المواجهة الشاملة، لأنها قد لا تقف عند المواجهة الضفة الفلسطينية أيضا. نعم، طيب إذا مشاهدينا الكرام وضيوفي بعد الفاصل، تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين يفجر خلافا جديدا بين رئيس الوزراء أو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إتمار بن جفير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. سنناقش في هذا الجزء تجاهل بن جفير لأوامر نتنياهو بعد تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، وأعود من جديد إلى الدكتور محمد أغاليان. إذن دكتور، هل هي حلقة جديدة بين بنيامين نتنياهو وإتمار بن جفير بعد سلسلة الشد والجذب بينهما في المراحل السابقة؟ يعني أنا في تصوري هذا الخلاف هو ظاهر، لكن الاستراتيجية داخل الكيان الصهيوني هي استراتيجية يعني لا تضر هذا الخلاف، وبالتالي يعني هي تحافظ على أنه يكون هذا الخلاف يعني صحيح هو ظاهر، لكن الاستراتيجية داخل الكيان تقتضي أن يكون هناك يعني تنفيذ لهذه الاستراتيجية. وبالتالي هذه يعني هذه الحكومة وهذا الخلاف أعتقد هو مرفوض يعني شعبيا داخل الكيان ومرفوض يعني دوليا. وربما يمكن أعتقد أنه هذه الحكومة المتطرفة لا يمكن أن تتماشى مع السياقات والمتغيرات الدولية الجديدة، وبالتالي يعني هي عمليا فشلت أمام هذه المتغيرات الدولية. ويمكن أن يكون هناك يعني انتخابات مبكرة أو انتخابات مبكرة تكون فيها يعني تشكيل حكومة جديدة لا تكون بمستوى هذا التطرف الذي يظهر أن هناك خلاف أو تناقض حاد بين بنيامين نتنياهو وبن غفير. وبالتالي يعني أعتقد أنه يعني ربما إذا لهذا السبب يعني اتخذ بن غفير قرارات يعني ضد الحركة الأسيرة من أجل تصدير هذه الأزمة، لأن هذه الحكومة الفاشية الصهيونية هي حكومة يعني فشلت منذ البداية وهي مرفوضة شعبيا، وهناك يعني حالة غليان داخل المجتمع الإسرائيلي أو الصهيوني تشير بأن هذه الحكومة فاشلة منذ البداية. وبالتالي يعني المطالبة بأنه يكون في انتخابات جديدة، يعني ربما سوف تتشكل حكومة جديدة تتماشى مع المتغيرات الدولية ومع الأمور على المستوى الدولي. نعم. طيب أستاذ حسن عبادي، بين الرجلين إتمار بن جفير وبنيامين نتنياهو من يملك الصلاحية ومن يملك النفوذ؟ من ناحية قانونية الصلاحية والمسؤولية في إدارة السجون لبن جفير، هو المسؤول المباشر كوزير الامن القومي، الامن القومي داخل اسرائيل، لكن في حق النقد او حق الفيتو او التعليمات الحاليه لاتيان نتنياهو. مبين هون انه اللعبه ملعوبه مع بعض متفقين عليها. بن جفير بيعطي التعليمات من الطرف شوي مشان بنيامين نتنياهو يبين وكانه هو الرجل الهادي او الرجل الانساني وبيحاول يهدي الامور مشان يسوق حاله عالميا. اللعبه ملعوبه بين بعض، اثنين متفقين عليها. فلهذا السبب ما بشوف فرق بين بنيامين نتنياهو وبين بن جفير، انما نفس السياسه
الاثنين معنيين في التصعيد مشان احنا نسكت او نغض الطرف عن انتهاكات اخرى اللي بيعملوها بالمستوطنات اللي هي الاهم بالنسبه لهم. سلب الاراضي اهم لهم بالنسبه لنا، اسير هون او اسير هناك او عمل انساني او هناك. فهنا نتنياهو بيبين للعالم او للغرب انه هو اللي بده الاشياء الانسانيه والاشياء الانسانيه بتهمه، بس في الوقت الاثنين متفقين مع بعض. حسب انا لا مع الاستاذ الدكتور محمد عليان في هذه النقطة، لأنه في اتفاق كامل، ولا أعول على تغيير حكومي لأن هاي بتعطيني شعبية، والداخل هون في دورة الكيان بيروح للتطرف، مين متطرف أكثر، مين ضد العرب أكثر، وهي شعارنا. نعم. يعني احنا بنتذكر بس نقطة واحدة، جانتس لما ترشح للحكومة الشعار تبعه انه انا اكثر واحد قتلت فلسطينيين في غزة، فما في فرق كبير بين جانتس وبين بن غفير، نفس السياسة ضد العرب واللي اهم منها الاستيطان والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية. نعم. طيب استاذ محمد ناجي، هل من الممكن ان يتراجع بن غفير عن قراره، وهل هي ورقة يريد ان يفاوض بها من اجل تحقيق مكاسب شخصية؟ أنا أرجح تماما أن يتراجع بن غفير عن قراره، سواء كان من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو لأنه سيكسر، وفي كلا الحالتين سيتراجع. أنا ربما أختلف مع الزملاء قليلا. نعم. أنا أرى رغم أن بن غفير وسموتريتش ونتنياهو كلهم متطرفون وكلهم يكرهون هذا الشعب ويحقدون عليه، ولكن نتنياهو أكثر خبثا وأكثر دهاء وأكثر معرفة بالسياسة. انظروا إلى بن غفير في الأسبوع الماضي عندما توجه إلى صحراء النقب وبدأ يصرح ويتحدث من لفيفة، حرض وألب بدو النقب ليخرجوا في اليوم التالي بأكبر مسيرة في الشرق الأوسط للإبل وللجبات وللدراجات النارية وهكذا. وسموتريتش قبله عندما قال يجب أن تحرق حوارة وأثار عليه ضجة كبيرة وهكذا. هؤلاء لا يعرفون كيف يديرون الأمور، هم يحملون أجندة متطرفة، ونتنياهو يحمل أجندة متطرفة، ولكنهم عندهم غباء في تطبيق الأمور وفي عرضها، وبالتالي بن غفير أحيانا لا يحسب حسابا كثيرا متى وكيف يطرح القضية التي يريد أن يحققها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا الجناح المتطرف بن غفير وسموتريتش ومن خلفهم هم قطعا من خلال نقاط الخلاف استطاعوا أن يكسبوا نقاط من نتنياهو وأن يحصلوا ويتحصلوا على إنجازات كثيرة سواء كانت مادية أو عملية داخل الحكومة، لأن نتنياهو مضغوط لأنه لا يريد أن يسجن ولا يريد أن تتفكك هذه الحكومة ولا يملك أغلبية دون أي فرق. طيب أستاذ محمد الناجي، على ضوء كلامكم، هل يحاول بن غفير ابتزاز حكومة نتنياهو، خاصة وأن البدائل المطروحة أمام نتنياهو تقضي بدخول المغارضة؟ قطعا هو بن غفير ابتز نتنياهو مرات ومرات، وكيف تحصل على أن يكون هو مسؤول عن الحرس الوطني، الجيش الذي تشكل مؤخرا وسوف يكون المستوطنين المتطرفين جزء منه، وسوف يدير بن غفير الذي لم يكن يوما شيئا لا في التجنيد ولا في الجيش ولا في إدارة هذه القضايا كلها بتاتا، بل هو كان من فتية التلال الذين كانوا يقفون في وجه الجيش، ومع ذلك تسلم قيادة هذا الجيش وسوف يكون مسؤول عنه. لماذا؟ لأنه استطاع أن يبتز نتنياهو مرة أخرى. نتنياهو مضغوط، ونتنياهو يريد أن يبقي هذا الائتلاف قائما، ويريد أن يتجنب أن يتوجه هو إلى المحاكم، لأنه إذا سقط هذا الائتلاف سوف يحاكم نتنياهو بتهم الفساد وبالتالي سيسجن، وبالتالي هو عنده استعداد أن يقدم شيئا وهم يعرفون هذا الشيء. ولكن مرة أخرى أنا برأيي أن بن غفير سيتراجع، لأن الأسرى لن يعطوا بن غفير فرصة بأن ينتصر في هذه الجولة، ولا نتنياهو ولا غيره. طيب أستاذ عمر عصف، ما رأيكم أنتم؟ كيف ترون الوضع؟ هل هناك تنسيق بين الرجلين أم نحن أمام عملية ابتزاز يقوم بها بن غفير ضد نتنياهو؟ يعني أولا دعيني أقول الخلاف الداخلي الصهيوني والمظاهرات حتى التي تجري للعديد من الأسابيع لعشرات الأسابيع، هذه ليست باتجاه حقوق الفلسطينيين، حقوق هي صراعات داخلية على صعيد الكيان. وبالتالي أنا لا أرى أن الخلافات الداخلية الصهيونية يمكن أن تنعكس إيجابا على حقوقنا وعلى قضيتنا، هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد أن كليهما
بحاجة للآخر. نتنياهو بحاجة لبن جفير، وبن جفير بحاجة أيضا للبقاء في الحكومة، لأن أي حكومة أخرى قد يكون بن جفير خارجها. وبالتالي جانس ولبيد عمليا من حين لآخر يلوح أمريكيا ويلوح داخليا بإمكانية ضمهما للحكومة إذا ما خرج بن جفير أو ما أخرج بن جفير من هذه الحكومة. ولكن هذه المسألة أيضا ليست سهلة. أنا أعتقد أن هناك تباينا من حيث الجوانب التكتيكية، من حيث اتخاذ الخطوة الآن أو بعد، من حيث ردود الفعل المتوقفة أو التي ستنعكس بسبب هذه الخطوة أو تلك. أما من حيث الجوهر فلا أعتقد أن هناك كبير فرق بين نتنياهو وسموتريتش وبن جفير. كلهم كما قال نتنياهو يريدون كل الأرض الفلسطينية، كلهم يريدون الفلسطينيين عبيدا أو خارج البلاد أو مقتولين، وكلهم عمليا يحملون ذات المواقف تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. علينا أن لا نراهن في تقديري على أي تباينات أو خلافات بين الحكومة الصهيونية الراهنة. نعم، قبل أن نمر إلى نقطة أخرى دكتور محمد علي، من المرتقب أن يلتقي يائير أعضاء الكونغرس وعدد من المسؤولين الأمريكيين الأسبوع المقبل. هناك تسريبات تتحدث عن أن البيت الأبيض يريد أن يعرف من خلال هذه الزيارة ومن قبل لبيد أو جانس أنهما مستعدين للدخول إلى حكومة نتنياهو لكن دون بن جفير أو خلق حكومة بديلة. كيف تقرؤون هذه التسريبات إن صحت؟ أعتقد أنا وسبق أني تطرقت لهذا الموضوع يعني في سياق الحلقة أنه يعني هذه الحكومة يعني حكومة متطرفة، وبالتالي لا تتماشى مع السياقات الدولية ومع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد. لأنه هذا التطرف، لأنه تعرف أنه الآن من يحكم واشنطن أو في البيت الأبيض هي الحكومة الديمقراطية، والحكومة الديمقراطية تستخدم القوة الناعمة اللي هي سوفت باور، وبالتالي هناك تناقض بين التطرف والسوفت باور يعني القوة الناعمة. أعتقد أنه يعني سوف يكون يعني هذه الزيارة وهذه تشير إلى أنه يكون في هناك يعني حكومة جديدة أو انتخابات مبكرة، لا أعرف، ربما يعني تكون انتخابات مبكرة أو ائتلاف جديد يعني يشكل داخل الكيان يتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لأنها لا تحتمل مثل هذا التطرف. وبالتالي يعني هذا في اعتقادي ما يعني تود واشنطن أن ترسمه للمنطقة وللسياسة الإسرائيلية بالتحديد في منطقة الشرق الأوسط، بأنها سوف تدعم حكومة يعني أقل تطرفا. وبالتالي لهذا السبب يعني نرى بن غفير ونتنياهو، نرى هذا التناقض بينهما. هو ليس تناقض في الظاهر، هو تناقض يعني ظاهرا، لكن هم يعني لمصلحتهم، لأنه بن غفير يعني متطرف، وهو يعني دائما يريد يعني الفلسطينيين أن يكونوا يعني خارج فلسطين، ونتنياهو متورط في قضايا فساد. وبالتالي إذا سقطت هذه الحكومة سوف يحاكم نتنياهو. لهذا السبب أعتقد أنه يكون هناك في نوع من التفاهم، خلينا نقول يعني السرية بين الكيان الصهيوني والبيت الأبيض، من أجل أن تكون حكومة أقل تطرفا تتماشى والاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. نعم. طيب أستاذ حسن عبادي، جيش الاحتلال والشرطة والشباك وحتى مصلحة السجون كما أشرنا منذ قليل حذروا من أن يفضي تطبيق القرار إلى وحدة ساحات المواجهة، وما هو ما يخيف حكومة بن نتنياهو أيضا. هل من الممكن ذلك؟ هل من الممكن أن يوحد هذا القرار الساحات؟
هذا الامل هو انه يكون توحد ساحات، الامل موجود كبير. الحركه الاسيره اليوم كلها مع بعضها كتله واحده، قوه واحده، عملت هناك لها قياده مشتركه. هاي عم تطلع لبرا وبتقوي الوحده في الشارع برا مع بعضها، ممكن تكون هي الحل. فهنا مهما اشتد الوضع داخل السجن فبزيدوا صلابه للاسرى وبنخروها لبرا وبكون الوضع افضل. نعم. طيب أستاذ محمد ناجي صبحة، ما هي مآلات هذا القرار إن طبق بالفعل رغم كل التحذيرات والتنديدات أيضا؟ بداية يجب أن نؤكد على ملاحظة ربما لم نذكرها، أن الأسرى اليوم موحدون أكثر من أي وقت مضى، بمعنى أن هناك لجنة الطوارئ الوطنية المشكلة من جميع فصائل العمل الوطني داخل السجون، وبالتالي توحد الأسرى خلف هذا العنوان هذا أمر مهم جدا، وقد أنجزه الأسرى بشكل جيد، واستطاعوا من خلاله أن يواجهوا مصلحة السجون الصهيونية وحكومة الاحتلال عندما حاولت أن تفرض مجموعة من العقوبات على الأسرى الفلسطينيين. النقطة الأخرى كما ذكر الزميل عمر، نحن كنا في السجون نزور ذوينا كل أسبوعين مرة، ثم أصبحت كل شهر مرة. الآن الأسرى ليس عندهم استعداد أن تصبح كل شهرين مرة، لأن الأمور تأخذ منحا متباعدا جدا، وهذا حتى مخالف للقانون الدولي. وبالتالي ما أعتقده أن الأمر إذا طبق سوف تتوتر الأمور بشكل عالي جدا. الأسرى ذاهبون إلى أضراب مفتوحة للطعام، وأي إضراب يدخله الأسرى لن يعني تقف الأمور عند فقط الجوع، بل ستنتقل الأمور إلى محطات أخرى. وأنا سبق وكتبنا في باب مقاومة السجان داخل السجون، الأسرى لديهم أكثر من عشرات الأساليب التي يواجهون بها سجانهم، تصل بعضها إلى حد الطعن، وتصل بعضها إلى حد الحرق، وتصل بعضها إلى حد طبعا الجوع والإضراب عن الماء، حتى والامتناع عن الذهاب إلى العيادات وتناول الأدوية وهكذا. وبالتالي الأمر إذا بدأ، أنا أعلم وأدرك أن الأمر سيكون أكبر بكثير مما يظنه البعض أنه مجرد جوع ومجرد إضراب، بل سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة. نعم. طيب أستاذ عمر عاصف، ما هي هذه التداعيات الخطيرة والكبيرة، وهل نحن أمام مرحلة أخرى من التصعيد أشد أثرا وأشد تطرفا؟ في 30 ثانية من فضلك أستاذ. يعني أشد يعني تصعيدا، بالتأكيد ستكون أشد تصعيدا، لأن الشعب الفلسطيني اعتاد على أن يدافع عن حقوقه. هؤلاء المقاومون الذين يخرجون كل يوم لمواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة نهب الأرض ومواجهة تدنيس المقدسات. نعم بالتأكيد هنا تشتعل. نعم. يبدو أنه انقطع التواصل مع الأستاذ عمر عساف، وبهذا ننهي عدد اليوم من برنامج حديث الجزائر. أشكر كل من الدكتور محمد عليان أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأشكر أيضا كل من الأستاذ حسن عبادي محامي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأيضا الأستاذ محمد ناجي صبحة مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات، والأستاذ عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني. شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام. ختام هذا الغد، ألقاكم بألف خير في أمان.